فيدخل رضي الله تعالى عنه يوما من الأيام إلى مسجده ليصلي بالناس في الكوفة. فكان هناك 3 من الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا 3 في فجر واحد، أن يقتلوا عليا في الكوفة رضي الله عنه، ويقتلوا معاوية رضي الله عنه في الشام، ويقتلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر. خططوا، هذا ذهب إلى الكوفة يقتلون في الصلاة، هذا ذهب إلى الكوفة، وهذا ذهب إلى الشام، وهذا ذهب إلى مصر. أما علي رضي الله تعالى عنه فدخل إلى المسجد فرأى عبد الرحمن بن ملجم منبطحا على بطنه، وكان الخبيث قد خبأ السيف تحته وهو منبطح على بطنه. فجاء علي رضي الله عنه حركه برجله، قم صل، أذن بالصلاة الآن ستقام الصلاة. حركه برجله قال قم، إن هذه ضجعة يبغضها الله، حتى ضجعتك خطأ، أنت الآن ستنام عن الصلاة وضجعتك خطأ، ما ينبغي أن تنام على بطنك. فقام ابن ملجم في المسجد، قفز ومعه السيف وضرب رأس علي رضي الله تعالى عنه، فسال الدم على وجهه ولحيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد. معاوية خرج عليه الخارجي ليقتله، فتحرك معاوية فضرب السيف مؤخرة معاوية، فعولج معاوية وشفي وأكمل يعني ما كان يحكم رضي الله عنه. عمرو بن العاص أصابه ذلك اليوم مرض، فلم يخرج ليصلي بالناس الفجر، وأمر خارجه رئيس شرطته أن يخرج ليصلي بالناس، فخرج خارجه وتقدم الله أكبر، فخرج عليه الرجل وقتله. فتقول عجوز في الكوفة، تقول يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر. تقول يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة، يعني قتلت خارجة فدا لعمر بدل ما يموت عمرو بن العاص. يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر. فهذا أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه يا علي يقتلك أشقى الناس ويخضب هذه من دمك، وفعلا يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل رضي الله تعالى عنه يوما من الأيام إلى مسجده ليصلي بالناس في الكوفة. فكان هناك 3 من الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا 3 في فجر واحد، أن يقتلوا عليا في الكوفة رضي الله عنه، ويقتلوا معاوية رضي الله عنه في الشام، ويقتلوا عمرو بن العاص